مرحبا بكم أحبائي ومحبي قناة أبدوسكي، مرحبا بكم. بلاد اجدادي وولادي، مرحبتي بكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زين، وتعالوا انتي تحت الطلح نجيبوا السيق ونلعبوا الطرح. عرفت مجموعة من المدن المغربية دينامية تنموية قوية، وعرفت تطورات في مجالات متعددة خصوصا في مجال البنيات التحتية. في الأقاليم الجنوبية المملكة سنتعرف وإياكم على أكبر المشاريع التي تنشأ بمدينة العيون المغربية. مدينة العيون أكبر مدينة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشهد نموا وتطورا متسارعا. فما هي المشاريع التي تنشأ بمدينة العيون وأين وصلت؟ كل هذا وذاك سنشاهده في هذا الفيديو. إذا كنت من محبي قناة أبدوسكي فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك لتدعمنا على صنع المزيد إن شاء الله. كي لا أطيل عليكم، على بركة الله. مدينة العيون تاج الرمال الذهبية وعاصمة الأقاليم الجنوبية، تشهد مشاريع سامية سترفع من تنمية المدينة. في هذا الفيديو سنعرض عليكم أكبر 10 مشاريع تنشأ بهذه المدينة. أولا، قنطرة وادي الساقية الحمراء. بالمدخل الشمالي للمدينة يتم إنشاء قنطرة على وادي الساقية الحمراء الذي يعد جزءا من الطريق السريع تزنيت الداخلة، ويندرج هذا المشروع ضمن النموذج التنموي لتنمية الأقاليم الجنوبية، وتم تشغيل هذه القنطرة في يوليوز الماضي. يهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور على مستوى وادي الساقية الحمراء وتجنب فيضانات هذا الواد، وسيجعل هذا المقطع الطرقي يتماشى مع المعايير الدولية. ويبلغ طول هذه القنطرة 600 متر، وتم إنجازها على مدار 30 شهرا بعرض يصل إلى 14 متر وب15 مقطعا للفصل بطول 40 مترا لكل واحد منها. إعادة بناء سد الساقية الحمراء. يتم على قدم وساق إنشاء مشروع سد الساقية الحمراء ليصبح أكثر عصرنة من السد القديم الذي تم إنشاؤه سنة 1995، التي أدت العوامل الطبيعية في هذه المنطقة مثل الفيضانات إلى جرف أجزاء كبيرة منه. ويعتبر إعادة تهيئة هذه المنشأة الفنية دفعة كبيرة لمدينة العيون، حيث تعتبر موردا أساسيا للماء. مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة. يعتبر تشييد المشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة من بين أضخم المشاريع التي أمر الملك محمد السادس بإنشائها على التراب الوطني لسنة 2023. ويعتبر هذا المشروع ليس فقط قناة لربط شمال المملكة بجنوبها، بل حتى بوابة المغرب على عمق الإفريقي وطريق حرير من وإلى أوروبا. وتعتبر مدينة العيون من أكبر المدن الجنوبية التي ستستفيد من هذا المقطع الطرقي في عدة من المجالات، مثلا في مجال الاقتصاد، حيث ستستفيد المدينة اقتصاديا من الرواج الذي سيحدثه هذا المقطع الطرقي من ذهاب وعودة شاحنات كل من البضائع والسياح. أكبر جسر على وادي الساقية الحمراء. يتم إنجاز مشروع ينضم إلى مجموعة من المشاريع الضخمة التي تنشأ بمدينة العيون. يتعلق الأمر بأطول جسر بالمغرب الذي يتم إنجازه بالطريق المداري لمدينة العيون، وسيتم بناء هذه المنشأة بطريقة عصرية، حيث سيتم إنشاؤها على شكل جسرين متوازيين لجعل الطريق مؤمنا من حوادث التصادم. ويصل طول كل جسر إلى 1725. كما يضم المشروع إنشاء طريق مداري جديد غرب مدينة العيون يصل طوله إلى 7 كيلومترات، يسمح للحركة العابرة بالتنقل بحرية
والالتفاف حول المدينة لتجنب الاختناقات المرورية التي تحدث وسط المدينة. ساحة أم سعد. يتم بمدينة العيون افتتاح أكبر الفضاءات العائلية المسماة بأم سعد، ويا لسعد سكان مدينة العيون. وتعتبر هذه الساحة ضمن أكبر المتنفسات على صعيد المملكة، وتتربع على مساحة إجمالية تصل إلى 60,000 متر مربع، وتعتبر معلمة تم إنجازها من قبل المركز الجماعي للمدينة. يضم هذا المتنزه مركزا تجاريا ورواقا للصلاة وساحات عمومية ومركزا للصحة. محطة تحلية ماء البحر بمدينة العيون. يتم إنشاء محطة تحلية ماء البحر، محطة ثانية بمدينة العيون بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 لتر في الثانية، من شأنها تلبية الحاجيات المائية لسكان المدينة. هذا المشروع سيدعم المحطة الأولى التي تم إنشاؤها سنة 1995 بقدرة إنتاجية تساوي قدرة المحطة الثانية التي قدرتها 300 لتر في الثانية. وستمكن هذه المحطة من الرفع للقدرة الإنتاجية من الماء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لكل من العيون والمرسى والمراكز المجاورة. ثاني أكبر مكتبة وطنية. تعززت مدينة العيون بافتتاح مكتبة وسائطية ضخمة جدا يوم السبت 29 يوليوز تزامنا مع الذكرى 24 لعيد العرش. وتعتبر هذه المكتبة ثاني أكبر صرح علمي على المستوى الوطني والثالث على الصعيد الإفريقي، حيث أنشئ هذا الصرح العلمي على مساحة تصل إلى 26,000 متر مربع. يحتوي هذا المشروع على مكتبات وقاعات للعرض وقاعات للمطالعة ومستودع للكتب ونادي للصحافة إلى غير ذلك من المرافق المتعددة. المستشفى الجامعي وكلية الطب والصيدلة. تسير أعمال إنشاء أكبر المستشفيات الجامعية على قدم وساق من أجل إعطاء منظومة صحية عالمية لسكان مدينة العيون في انتظار انتهاء الأشغال سنة 2024. ويبنى هذا المستشفى على مساحة تصل إلى 18 هكتار، منها 95,000 متر مربع من المساحات المغطاة. ويمكن لهذا الصرح أن يتسع إلى 500 سرير وأجنحة أخرى للمستعجلات وطب القلب ومركز للولادة وصيدليات إلى غير ذلك من المراكز. وبجانب هذا المركز توجد كلية الطب والصيدلة بميزانية تصل إلى 77 مليار درهم بمساحة إجمالية قدرها 15 هكتار. محطة معالجة المياه العادمة. تم إطلاق مشروع محطة معالجة المياه العادمة المنتمية لشركة فوسبوغرا، وتعد من أكبر المشاريع التي سترى النور قريبا في مدينة العيون، خصوصا بمدينة المرسى التي تبعد 25 كيلومترا من مدينة العيون. وتهدف هذه الشركة من خلال هذا المشروع إلى استغلال المياه العادمة وإرجاعها مياها للسقي ولتشتغل في محطات الكهرباء ومجالات أخرى. ساحة العلويين بمئاب تحت أرضي وبميزات عالمية. بالضبط في الحي الحسني تم تدشين ساحة العلويين ضمن مخطط تعزيز المدن المغربية بالمناطق الخضراء. تم إعادة تهيئة ساحة العلويين ليتم نقل ركن السيارات إلى الطابق السفلي مع جودة خدمات بجودة عالية وإنشاء مساحات خضراء فوق هذا المرآب. تبلغ المساحة الإجمالية لهذه الساحة 4600 متر مربع بمساحات خضراء وإنارة عمومية ومرآب تحت أرضي ومرافق أخرى. هنا كنا معكم في أضخم 10 مشاريع تنشأ بمدينة العيون. أتمنى أن تدعمونا باللايك واشتراك في القناة، ولا تنسوا إبداء آرائكم في التعليقات. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله وموضوع جديد. سلام.